الراجل اللي قدامك ده اشتغل شغلانه ما كانش بيتمناها واتجوز واحده عمره ما حبها، وبسبب شغله كان مدرس اتنقل لمدرسه في الصحراء، وهناك قدر يغير حياته وحياه كل اللي حواليه. اخبط اللايك ويلا نبدا. بدأنا مع مستر علام وهو بيتسرسب من بيته في هدوء لان مراته لو قفشته مش هتحله، وبما انه ما قدرش يطلع من الباب فنط من البلكونه ولقى وشه اتدشمل في الشجره، وكل ده علشان يلحق الباص اللي هيوديه مدرسته الجديده في شرم الشيخ. وفي السكه ربنا كرمه بواحد اسمه شفيع قعد يتسلى معاه في الكلام ومنع هيسلوا طريقهم بدل ما يزهقوا من بعض. فشفيع اقترح على علام انه يحكي له قصته وسبب المرمطه اللي هو فيها، يعني يفضفض معاه شويه. قام صاحبنا حكي له على كل حاجه حصلت معاه من طقطق لسلام عليكم، وبدا كلامه معاه وقال لك انه كبر وسط عيله مقسومه اتنين، اب جلده وبخيل جدا بس الام حنينه ومفيش منها اتنين، لكن وفاتها كانت صدمه بالنسبه له، ومن بعدها ما كانش باقي له اي حد غير خاله وجده، انما ابوه ما كانش بيحب خاله وعلشان كده كان بيمنعه انه يتكلم معاه. وابوه ده يا سيدي كان راجل فعلي وديكتاتوري وخانقه في حياته ومقفل عليه من كل ناحيه، ده غير ان ابوه واقف في وش الحاجه اللي بيحبها وما وافقش انه يكون ممثل واجبره يبقى مدرس زيه. ومش كده وبس، لا ده كمان اجبره يشتغل في السنتر اللي هو هيفتحه، يعني اتنين في واحد، نفع واستنفع. وبالرغم ان صاحبنا ما كانش عاجبه اي حاجه من اللي بتحصل حواليه الا انه كان مجبر يوافق على كل كلمه ابوه بيقولها له. وبعدين بدا شغل معاه في السنتر اللي هو فتحه، وقال لك انه ادى سكان العماره قرشين ثلاثه وخلاهم يسيبوا الشقق بتاعتهم علشان يقلبها في سوري، ولان اخواته البنات كانوا شركاء معاه في الورث فكتب على كل اوضه اسم واحد من العيله، وكل حاجه كانت ماشيه طبيعي لحد ما جه اليوم اللي ماتت فيه عمته ابتهال. ساعتها كل حاجه اتغيرت واتلخبطت.